النهارده هنعمل قرنبيط مقرمش بخلطة حلوة قوي، طعم وريحة في منتهى الجمال. تعالوا نشوف المقادير، وتعالوا نشوف عملناها بالزيت، وعملناها اللي هناك ده بالقلاية الكهرباء. تعالوا نشوفها عملناها ازاي ونشوف المقادير واحدة واحدة. يلا بينا نبدأ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتي. النهاردة بقى مش هطول عليكم، النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين كده قدامكم القرنبيط، ودي اكلة الموسم في دخلة الشتاء. الشوارع كلها مليانة قرنبيط وكرنب والدفا بقى وكده. واكلة اقتصادية، وهي مش اقتصادية قوي بالنسبة للاسعار واللي احنا بقينا فيه يعني دلوقتي، بس هنحاول نعملها اقتصادية على قد ما نقدر. معانا بقى نشوف المقادير. معانا كرومبة صغننة يعني حلوة وسط، معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة كمون، وبيضاية. عايزة تزودي بيض يعني عادي، في ناس بتعمله ببيض كتير. معايا كوباية الا ربع لبن، ونص كوباية نشا، وكوباية دقيق، وخضرة طبعا الاساسي، ودي مية عشان لو احتاجنا يعني برضو ايه بجانب اللبن. عندك عايزة تعملي كله باللبن تمام. وممكن نضيف مرقة، مرقة خضروات او اي حاجة، بس اللي هي البودرة دي هتدي طعم برضو حلو قوي. بس كده هنبتدي. اول حاجة حاطين مية على النار عشان نسلق الكرنب. نقطع الكرنب دلوقتي واحدة واحدة كده، وبعد كده نحطها في السلق ونشوف مع بعض. بسم الله. نبتدي نطلع زهرة زهرة كده. مهم. نشيل دي كلها كده عشان تلاقيهم ايه كلهم فكوا معاكي. الزهرة اهي. على حسب بقى ايه الحجم اللي انت عايزاه، عايزة كبيرة صغيرة ممكن تخليها كده كده. مهم. نصغر دي كمان كبيرة برضو، مبحبهاش كبيرة اوي كده، خليهم كلهم صغننين كده بيبقوا حلوين اوي. تمام كده. هناخدهم بقى كلهم، نحطهم بقى ايه، نشطفهم كده في طبق شطفة صغننة قبل ما نحطهم ايه في مية السلق. اهو كده بالشكل ده. نكمل بقى. كنا حاطين مية اهو على النار بتغلي. نحط بقى في مية السلق معلقة سكر كده او معلقتين، دي عشان تهدي الناس اللي هم بيبقى عندهم قولون او برضو عشان يعني حوار الغازات وكده. معلقة كركم عشان برضو يدينا ايه، او رشة كركم كده يدينا لون حلو للقرنبيط. كمون
ملح. بس كده نبتدي بقى نسقط الايه القرنبيط بتاعنا واحده واحده كده. ميه قليله هزوده ميه بقى واسيبه يغلي لمده 5 دقايق. هوريكم هنعرف ان هو استوى منين من ايه. اهو وكده بقى القرنبيط اتسلق معانا. شايفين؟ بصوا هطلع لكم واحده هنعرف ازاي. اهو بحط السكينه كده اهو، بص بتخش بكل سهوله. انا برضو مش عايزاها مستويه قوي عشان ما يتريش مننا، يبقى ماسك نفسه كده اهي. شايفين؟ بتخش فيها السكينه بس بسهوله كده بس برضو ماسكه نفسها. بس كده هنطلعه ونقفل عليه ونطلعه. بسم الله. نحطه في مصفى عشان نروح نعمل الخلطه بتاعته اللي هيتغلف بيها قبل التحمير. اطلعه كله من الميه وارجع لكم لغايه لما بقى القرنبيط يهدى شويه كده من السخونيه بتاعته. نبتدي بقى نعمل التغليف اللي احنا هنغلفه بيه. نحط البيضه، نحط بقى معاها البهارات دي. انا ما قلتها لكوش في اول الفيديو. دي بقى البهارات اللي هنحطها مع البيضه هنا. بابريكا، كزبره، كمون، ملح وفلفل. ملح وفلفل. نضرب بقى البيضه كده كويس. سوري في قشر كده مع بعض. ننزل بقى باللبن. نزود حبة لبن كمان. توم مهروس معلقة صغيرة كده تدينا طعم حلو قوي برضو. وننزل بقى بالخضرة. هنفضل نقلب كده بقى ونضيف المكونات بتاعتنا. نضيف النشا، الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر. نقلب لغاية لما يبقى قوام حلو كده معانا يمسك في ممكن نزود حبة مية. في ناس بيعملوا بمية من غير لبن، وفي ناس بيكتروا ببيض، بس عشان ما يبقى زفر معانا قوي يعني. اهو انا شايفه القوام كده كويس. هننزل بقى بالقرنبيط عشان يتغلف معانا. نحطه كده.
بس هنحط بقى الكمية كلها كده نغلفها وهرجع لكم. هنبتدي بقى نعمل التغليف الاخير. هنحط بقى الدقيق والنشا عشان طبعا يديكي قرمشة حلوة، وده بقسماط. انا برضو بحبه يعني اعمله بالبقسماط، هيبقى برضو الطعم حلو قوي. ملح بقى، فلفل، التتبيله بتاعه الغلاف الاخير. نكون بقى حاطين زيت على النار عشان ده التغليفه الاخيره. هنطلع من الخلطه اللي احنا عاملينها، هندخل على الايه، على الزيت على طول. حبه مرقه بس بقى كده. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. نقلبهم كل الكلام ده كده كويس قوي. ناخد بقى اللي احنا حاطينهم في الخلطة، اللي هي البيض والخضرة واللبن والكلام ده كله، وننزل بيهم بقى ايه في الدقيق كده. نحطهم في الصينية. عايزة اقول لكم الريحة بتاعة الخلطة تحفة، الثوم مدي ريحة ومع التوابل هايلة يعني كده. هكمل بقية الكمية واجي اوريكم في الاخر. وكده خلصنا الكمية كلها اهو، غلفناها بالدقيق والخلطة اللي احنا التغليف اللي احنا عملناه. هننزل بقى على زيت، بس يكون زيت غزير كده عشان يطلع مقرمش. وهوريكم النتيجة في الاخر. ده شكل القرنبيط معانا. معلش في اول الفيديو كنت بقول كروم، اتلخبطت، اعذروني. بس كده يلا بينا نحمر. بصوا ده ريفيو عن القلاية دي. هي نوعها تورنيدو. حلو قوي الصراحة، وبتنجز وبتوفر زيت كتير، وكمان لو حد عايز اكل هيلثي وكده. انا النهارده هجرب فيها، انا جربت فيها قبل كده جربت فيها الفراخ الكنتاكي. وجربت فيها حاجات كتير برضو، بس لسه مجربتش السمك. فقلت وانا بعمل القرنبيط نجرب فيها القرنبيط كده، بما اني برضو ده حاجة من الحاجات اللي بتاخد زيت كتير. فتعالوا كده نشوف. انا هجرب القرنبيط بحاجتين، بالقلاية وبرضو في الزيت، يعني هجرب الاتنين. بدي كده ايه دهنة زيت كده في الارض عشان ايه ما يلزقش. وهبتدي ايه احط القرنبيط، بص، واحدة واحدة كده. كده احط كام واحدة كده، والباقي هعمله في الزيت ونشوف هيبقى حلو ولا ايه الاخبار، طعمه هيبقى ايه. بس نشغلها بقى، نعلي درجة الحرارة ونعلي او نخليها ربع ساعة ونشوف كده ايه الاخبار. لو احتاجت تاني هنزود الربع ساعة، بس هنشوف. نعمل بس ستوب ثواني، ندي له رشة من فوق برضو كده، رشة كده عليهم برضو.
عشان يطلع مقرمش. بس مش الزيت اهو سخن معانا، ننزل بقى بالقرنبيط كده. حاولت اقلي في حاجة غويطة عشان يبقى متغطس كله في الزيت. اهو وصلنا للدرجة الذهبي دي، شايفين؟ نطلعهم كده، شايفين اللون تحفة ازاي. هكمل بقى بقية التحمير وهرجع اوريكم الشكل النهائي. شايفين القرمشة؟ وده كان الشكل النهائي للقرنبيط اللي عملناه النهارده اهو. شايفين؟ بصوا مقرمش ازاي، تحفة، ولونه ذهبي ولونه جميل اهو. سامعين صوت القرمشة اهو. بصوا لونه ذهبي جميل. وده اللي عملناه برضو بس في الاير فراير، حلو برضو، مقرمش ومش شارب زيت. بس حاساه طري شويه من زي اللي طبعا في الزيت. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. انا وريتكم الطريقتين. ولو في حد عنده اي استفسار هستنى تعليقاتكم، وهستنى اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله، وفي حلقة جديدة نتقابل ان شاء الله.